بسم الله ما شاء الله. ده الارض الجيران المزروعه، شايفين من الجسر ارض صفراء، شايفين البرسيم بسم الله ما شاء الله فيها الجيران اهي. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب قناه المحلاوي ميديا، صاحب شركه ام جي لاستصلاح الاراضي بالفرافره. من زمان وحشني، ما بظهرش بوشي، ده انا ظهرت لكم بوشي اهو. بقالي 8 اشهر 10 اشهر بعمل فيديوهات ما بظهرش بوشي عشان اوحشكم، وانا وحشتكم برضو. النهارده جايب لكم حته زبده، دول 850 فدان، ارض زي المسطره، يعني الفدان 1000 جنيه. الفدان 1000 جنيه ده تصليح. لو انت هتصلح، انت مش هتصلح، هتزرع شجر هتشد خراطيم على كده. الارض اهي خلاص خليطه زي الزبده. الارض الصفرا دي بقت نادره دلوقتي في الفرافره يا جماعه. الارض الصفرا دي بقت حاجه نادره في الفرافره. الارض دي في ابو هريره، 11 كيلو من ابو هريره. ال 11 كيلو دول اغلبهم اسفلت، ممكن تلاقي كيلو واحد بس ترابه، صح كده ولا 2؟ لا 2 كيلو. 2 كيلو ترابه. 2 كيلو ترابه وتبقى للارض. يعني ال 11 كيلو دول 9 كيلو منهم اسفلت. احنا معانا اللي عايز يعمل حاجه لعياله، اللي عايز ياخد ارض ويملكها، اللي عايز يبقى معاه المستقبل، لازم يتابع الفيديو ده للنهايه، لان انت مش سهل كده تجيب حته ارض حلوه، مش سهل كده تجيب حته ارض مضمونه، مش سهل كده انك تجيب حته ارض قريبه. احنا بنتكلم في 11 كيلو، يعني هنا المستثمر اللي بياخد مساحه كبيره ده بياخد بعد 50 كيلو، بعد 100 كيلو، بعد يعني سهل بركه 50 كيلو، عارفه 70 كيلو من الفرافره، والمدقات 100 كيلو طولها 100 كيلو. سهل كراوين 70 كيلو من الفرافره والمدقات 100 كيلو. نقدر من الارض 110 كيلو من الفرافره عشان يلاقي حته تربه حلوه. هنا 11 كيلو من ابو هريره وتلاقي تربه حلوه صفرا زي كده. ازيك يا استاذ عارف؟ عامل ايه؟ انت منين؟ الفيوم. من الفيوم. انت جاي النهارده عايز ايه؟ عايز ارض. عايز قد ايه؟ 350 فدان. 350. احنا هنا بنبيع اقل حاجه 200، وانا فهمت كده قلت لي لا انا عايز 350 بفضل الله. يبقى هنا يا جماعه الارض ديت اقل مساحه فيها 200. الارض مش غاليه. الارض انا قلت لك بكام؟ ب 4000. خلاص؟ 4000 دول يا جماعه انت ممكن تجيب خروف ايه؟ ده الخروف ب 12 وب 15. تجيب بهم ديك رومي. صح كده؟ صح. 4000 دول ديك رومي. 4000 دول ممكن تجيب بهم بدله. هقول لك تأجر قاعة أفراح ب4، لا بتأجر ب30 دلوقتي. أنا قديم من أيام ما كانت بتتأجر ب4. سامحوني. 50,000 دلوقتي. يخرب عقلك يا خالد. قاع نظيف. ده عندي واحد هيخطب ورايا هقول له لا أعملها في البيت. طيب يبقى أنا بقول لكم 4000 جنيه يبقى معاك فدان أرض. اوعى واحد بقى يقول لي عايز 10 فدان و20 فدان. أقل مساحة كام؟ 200. نسبة الاستواء زي ما اتكلمنا أهي. إحنا بنتكلم في إيه؟ في ارض قريبه. هنا يا جماعه قريبه من الجبل. الارض القريبه من الجبل بتبقى الميه فيها حلوه. معظم ابو هريره الميه بعيده، تربتها رائعه ابو هريره، بس معظمها الميه بعيد. لا انا واخد بقى عند الجبل، مش جنب الجبل على طول، لا بس انا عارف الحته دي. انا بقول لك ال 850 فدان دول وش الميه عالي، خلاص اقل مساحه 200. العرض ده لمده قد ايه؟ لمده 30 يوم فقط. يعني ان شاء الله باذن الله الاستاذ عارف ياخد معانا ال 350 دول. هتشتري يا استاذ عارف ولا نسيبك هنا؟ لا باذن الله. لا بجد؟ ان شاء الله. طب قول لو انا اخدك معانا لا ان شاء الله باذن الله. قول مش هشتري وناخدك معانا ان شاء الله. خلاص. طيب الارض عجبتك؟ الارض والله تمام ومصلحه تمام. بالله عليك والله الارض تمام. انت مش زبون ومش راجل مرفوع. انت عارف. انت راجل مهندس هنا وبتصرف عليك اكتر 1000 فدان هنا في الفرافره، صح كده؟ عارف الحلو. وهنا بقالك يجي 4 سنين. لا عارف. الحمد لله عارف. وعارف كل حته. الارض دي من حيث القرب حلوه. ايوه المسافه قريبه. من حيث التربه حلوه. التربه جميله. نسبه الاستواء حلوه. جميله جدا. طيب القانونيات دي الناس بتثق فيها، اللهم لك الحمد والشكر. في موضوع ورق رسمي يخلص رسمي خلاص. في موضوع القانونيات انا بتعامل في اي ورق بالمحامي. تمام. ودي افضل حاجه. ودي افضل حاجه، ما بتعملش حاجه كده. رغم ان معظم الناس زبايني، وانا طلعت ده في الفيديوهات اللي فاتت، كانت بعتالي فلوس واشترت ارض وما كتبتش ورق لمده سنه بحالها، ما كتبش ورق. ارضه عندي. الاستاذ عباقي هتلاقيه سامعني، اكتب في التعليقات. انا الاستاذ مين؟ الاستاذ محمد عبد الظاهر دفع فلوس ومشي. الاستاذ عمر كان دفع فلوس ومشي. ناس كتير 80% من اللي اشترى مني دفع فلوس ومشي.
ما شاء الله شايفين المواشي في الارض اهي. هنا امان، الناس سايبه الايه المواشي في الارض وعادي. اللهم صل على النبي. اهو دي ارض خليط خلاص اهي. زبده زبده. شايفين نسبه الاستواء؟ ما تاخدش حاجه، اي حاجه تصلح 1000 جنيه تصلح خلاص. يبقى انا بقول لك هتاخد ارض 10 كيلو من ابو هريره. الارض دي طبعا لها 2 طريق، يعني في طريق اسفلت قديم وفي طريق تراب. والارض الصراحه يعني زي المسطره، يعني معلش برضه بتفرق ان الواحد ياخد الفدان يصرف عليه 5000 تعديل و6000. وتفرق اللي انت لو هتعمل تنقيط مش هتصلح اصلا. لو هشد تنقيط مش هتصلح. يعني انت الارض لو هشد غمر 1000 ونص 1000 بالكتير. الاستواء ده عاجبك يعني؟ لا تمام. لا تمام. بكده الفيديو بقى بيخلص، احنا مروحين. بصوا شوفوا الارض قديمه ازاي الجيران. مستنيكم مكتبه الفرافره في ميدان الشاشه. شكرا لكم، كان معكم اخوكم محمد محلاوي. السلام عليكم ورحمه الله.